السلام عليكم. سنين كانوا دماغنا بالكماليات الكتيرة قوي في العربيات، ليد لايتس من بره، امبيونت لايت من جوه، كراسي مساج، كراسي بتتفرد، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. هل تغني عن الامكانيات اللي لازم حضرتك تبص عليها في عربيتك بالفعل؟ ايه هي مقاييس الاعتمادية اللي بيبص عليها المحترفين من مقيمي السيارات على مستوى العالم، من المجلات والمواقع الرسمية اللي بتقيم العربيات؟ ايه هي الاعتماديه الحقيقيه اللي لازم حضرتك تدور عليها؟ ما تبصش على امبيونت لايت ولا الحاجات الكماليه اللي مش هتاثر في مدى العربيه الحقيقي او في مشي العربيه الحقيقي. النهارده هنوضح لحضراتكم معنى الاعتماديه الحقيقي. اول حاجه عندنا في الاعتماديه لازم تبص عليها هي الجاهزيه. الجاهزيه يعني ايه؟ يعني العربيه دي متصنفه في انهي مستوى من مستويات العربيات او انهي نوع؟ هل العربيه دي سبورت كار ولا عربيه عائليه ولا عربيه ميني كار ولا عربيه اس يو في؟ يعني بمعنى ان انت لازم العربيه اللي تكون متصنفه في اتجاه معين تكون بتغطي احتياجات الناس اللي عايزه الاحتياجات او المستوى ده بالظبط. بمعنى ان في ناس معينه بتبقى محتاجه احتياجات زي المناوره، في ناس تانية بتحتاج الحجم بتاع العربيه الداخلي او الخارجي، المساحات الداخليه او الحجم الخارجي بمستوى معين، مستوى من الفخامه معين، تسارع بشكل معين. كل الحاجات دي احتياجات العملاء بيعوزوها في العربيات. المفروض ان عنصر الجاهزيه ده بيغطي الاحتياجات للعميل في مستوى العربيه اللي هو عاوزها. تاني عنصر عندنا هو الثقه في الاداء، وده معناه ان حضرتك لازم تكون واثق في ان عربيتك هتديك نفس الاداء بشكل مميز في كل مره. يعني مستوى العربيه ما بيقلش في الاداء بشكل سريع. العمر الافتراضي للعربيه هو عمر طويل، والعربيه بتقدم اداء متميز على مدى عمرها بشكل جيد ومقبول طبقا لمستوى الاداء المثالي ليها. ثالث عنصر وده مهم جدا هو الصيانه وتوافر قطع الغيار. يعني بمعنى ان يكون في ناس موجودين في المكان اللي حضرتك موجود فيه بيقدروا يصينوا العربيه دي، بيفهموا فيها، عارفين يصلحوها لو حصل فيها اي حاجه، وان قطع غيارها متوفره. وفي حاله العربيات الكهرباء دايما بنقول جمله ان قطع الغيار حضرتك مش هتحتاجها الا في حاله الحوادث لا قدر الله. العنصر الرابع معانا هو عنصر المتانه. يعني ان عربيه حضرتك ما يكونش فيها اعطال متكرره وفي نفس الجزء، وكمان ما تكونش اعطالها اصلا بشكل عام كتيره. شركات كتيره بتحاول تحافظ على اسمها في الموضوع ده وبتعمل ريكول لبعض النسخ من العربيات علشان تصلح الاعطال اللي بتكون متكرره في العربيات. ويا بخت اللي عنده عربيه ما بيتعملش عليها ريكول او ما اتعملش على نفس النسخه بتاعته ريكول في البلد المصنع ليها. العنصر الخامس هو سعر اعاده البيع. تخيل حضرتك النهارده اشتريت عربيه بمليون جنيه وبعد سنه بقت ب500,000، وجار حضرتك اشترى عربيه تانية برضه بمليون جنيه بس بعد سنه بقت ب900,000. مش محتاجه كلام، سعر اعاده البيع هو عنصر مهم جدا من عناصر الاعتماديه اللي لازم نبص عليها قبل ما نشتري اي عربيه. العنصر السادس هو تكاليف التشغيل. تكاليف التشغيل ياما قدمنا مقارنات ما بين العربيات البنزين والكهرباء وما بين بعد زياده اسعار الطاقه الاخيره. تكاليف التشغيل هو عنصر مهم وبيشمل التكاليف اليوميه اللي هي بتاعت اسعار الطاقه اللي بتمشي بيها العربيه سواء بنزين او غاز او كهرباء، وبتشمل برضه اسعار ومصاريف الصيانه للعربيه. لو حابين تعرفوا برضو او نقدم لحضراتكم مقارنه وهنكتب لكم في الكومنتس لينك لمقارنه قريبه جدا عملناها بين العربيات البنزين والكهرباء. عنصر مهم جدا هو يمكن بالنسبه لنا مش في مراكز متقدمه، ولكن بالنسبه للغرب هو في مركز متقدم جدا، ويمكن يكون اهم مركز من مراكز الاعتماديه في العربيات في اوروبا. اكيد حضراتكم عرفتوه، عنصر الامان. للاسف احنا عندنا في الشرق الاوسط كله ما بنبصش على الامان قوي، ولكن عندهم ده عنصر اساسي ومهم جدا في العربيات. الامان
واختبارات الأمان عنصر مهم جدا في اعتمادية العربيات، وبيتقاس باختبارات تصادم وعدد وسائد هواء و بالنسبة للدول الأجنبية. لكن للأسف عندنا مفيش أي اهتمام بيه، ويمكن آخر حاجة بنبص لها العربية فيها كام ايرباج. يا رب النهارده نكون أفدنا حضراتكم، نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.